مش عارفه تشيلي الشعر من المناطق الحساسه، محتاره تختاري انهي طريقه تستخدميها؟ انا هقول لك كل الطرق اللي ممكن تستخدميها بمميزاتها وعيوبها عشان ما يحصلكيش التهابات ولا غمقان. اول طريقه وهي الليزر، ومميزاتها انها سهله وسريعه جدا وكمان بتقلل نمو الشعر بنسبه كبيره. عيوبها انها غاليه جدا وبتحتاج جلسات كتير، وكمان في اماكن ما ينفعش اشيل فيها الشعر، وكمان في انواع شعر ما ينفعش اصلا معاها الليزر. وعايزه اقول لك ان ممكن تعمل احمرار والتهاب لو استخدمتيه غلط. تاني طريقه وهي السويت، ومميزاتها ان الفتره اللي بيختفي فيها الشعر بتبقى اطول من اي طريقه تانية. عيوبها انها مؤلمه جدا وفي اماكن استحاله تستخدميها فيها. طريقه وهي الشمع، مميزاتها بصراحه انا كدكتوره مش شايفه ليها اي مميزات للمناطق الحساسه، اما عيوبها فهي كلها عيوب، ممكن تعمل لك التهاب، احمرار، اسمرار، حرقان. طب وعلى ايه؟ في الف طريقه تانية. رابع طريقه وهي الشيفنج، مميزاتها انها مش بتوجع وسريعه كده على طول. عيوبها انها بتعمل شعر تحت الجلد لانها مش بتشيل الشعريه كلها، وكمان الشعر المقصف اللي بتسيبه ده بيبدا يعمل احتكاك فيعمل التهاب فيقلب بغمقان واسمرار، فبلاش منها احسن لما بتعرفيش تستخدميها صح. خامس طريقه وهي كريمات ازاله الشعر، مميزاتها انها بتبقى سريعه، بتغسلي المنطقه دي وبعدين تفردي الكريم عليها، بس لازم تبقي متاكده ان انت عامله اختبار حساسيه الاول. عيوبها انها ممكن تعمل ترهلات لانها مش بتاثر على كيراتين الشعر بس، لا دي كمان بتاثر على كيراتين الجلد فبتعمل ارتخاء لو استخدمتيها لفتره طويله. انا من رايي بقى انك تعملي ليزر للاندر ارم، اما بالنسبه للبيكيني ممكن تمكسي بين كريمات ازاله الشعر واي طريقه تانية من دول هتعرفي تستخدميها. واخر حاجه ما تنسيش السبسكرايب عشان احنا عائلتنا تكبر.